السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير دايما. بدون فرن وبأبسط المكونات هتعملي معايا النهارده أسرع وألذ تحلية صيفية باردة بالبسكويت والفراولة. الميكس ده رهيب فعلا. طبقة بسكوت مسقية مع طبقات الكريمة الناعمة، هو ده الانتعاش اللي بندور عليه في الحر ده. تابعوا معايا الفيديو نهاية، بس الأول اعملوا لي لايك وشير واشتركوا في القناة. هنسمي الله ويلا بينا نبدأ. واول حاجه هحتاجها 200 جرام من مهلبيه الفراوله، وده النوع اللي انا استخدمته. لو مش متوفر المهلبيه ممكن تستخدموا كاسترد بنكهه الفراوله. بحطه كده في طاسه وبنزل عليهم كمان بتلت كوبايه من النشا. عندي كمان من نص كوبايه لكوبايه الا ربع من السكر، ده بيبقى حسب الرغبه. انا استخدمت تقريبا كده نص كوبايه، لان لسه فيه كمان طبقه شوكولاته هنحطها على الوش فمتبقاش مسكره قوي. هحتاج كمان لتر ونص من الحليب البارد، ممكن يبقى بحراره الجو او بارد، بلاش سخن خالص. بعدين بالمضرب السلك هنقلب كويس جدا علشان نتأكد المكونات اللي احنا حطيناها اللي هي الجافة دابت معايا تماما ومفيش اي حاجة مترسبة في الارضية. بعدين باخد الطاسة بتاعتي برفعها على نار هادية مع التقليب المستمر. لازم طول ما انتوا واقفين تقلبوا. مع التقليب كده هتلاقوا ان القوام عندنا بدأ يتقل ويغلي ويبقبق، على طول بنشيله من على النار. وبكون مجهزة مكعب من الزبدة في حدود معلقة كبيرة. ممكن كمان تضيفوا معلقة صغيرة من الفانيليا سايلة أو حاجة بسيطة جدا من ريحة الفراولة علشان تعززوا بس طعم الفراولة. أنا ما احتاجتش إن أنا أضيف حاجة، يا دوب بس مكعب الزبدة وبقلب وبيدوب من الحرارة. بالنسبة للبسكوت السادة استخدموا أي بسكوت شاي انتوا بتفضلوه. استخدمت تقريبا علبة لأن الصينية بتاعتي كبيرة. ممكن لو هتستخدموا صينية صغيرة تستخدموا يعني مقدار بسكوت أقل من كده. وفي طبق تاني صبيت كوباية من الحليب بدرجة حرارة الجو. بأكد عليكم ان هو يكون يا بحرارة الجو او بارد، ما يكونش دافي ولا سخن علشان ما يبوش البسكوت معانا. مجرد ما بنزل البسكوتة في الحليب على طول بطلعها وبصفيها وبرصصهم جنب بعض في الصينية. كمان مش بسيب مسافة بين كل بسكوتة والتانية علشان في النهاية كده يديني زي طبقة كيك. طبعا زي ما قلت لكم انا استخدمت الصينية المقاس اكبر مقاس يعني في الطقم. لو هتستخدموا صينية اصغر من كده قللوا كمية البسكوت بتاعتكم. بعد ما رصيت اول طبقه بسكوت عندي بجيب كده حوالي مغرفتين من مهلبيه الفراوله، وما تكتروش، هو يا دوب بس مغرفتين، وبنوزعهم كده بالمعلقه او الاسباتيولا علشان نتاكد ان المهلبيه عندنا غطت كل طبقه البسكوت دي. بعد ما اتاكدت ان انا غطيتها كويس بكرر نفس الخطوات تاني لحد ما بخلص كميه البسكوت اللي عندي وكمان كميه المهلبيه. المهم جدا عندنا ان احنا كل ما بنحط طبقة مهلبية لازم في الاول كده بنديها تقليبة بالمضرب السلك علشان تفك معايا، لان طبعا هتبدأ ان هي تهدى شوية من الحرارة وتتقل. فعلشان ما تبقاش مكتلة معانا بنديها تقليبة علشان تبقى سايحة، وفي كل مرة ما بنيجي نحطها تبقى سايلة معانا بالشكل ده. بخلص الطبقات بتاعتي كلها بنفس الطريقة كده وبوزعها وبفردها، وباجي على اخر طبقة نحاول ان احنا نساوي الوش بتاعها، وبعدين بنسيبها لحد ما تهدى معايا وتعمل قشرة. ممكن كمان تدخلوها التلاجة تقريبا ساعة، يعني انا برضو حطيتها كده في التلاجة ساعة قبل ما احط الطبقة الاخيرة من الشوكولاتة. بعد ما عدى عليها ساعة في التلاجة طلعتها وكانت الطبقة اللي على الوش متماسكة تماما. جبت 200 جرام من الشوكولاتة البيضاء الخام وحطيت عليها علبة من القشطة وسيحتها كده في الميكرويف مجرد ثواني. ممكن تستخدموا 200 جرام من الشوكولاتة الخام وعليها كوباية من الكريمة، وبرضو سيحوها كده او حطوها في الميكرويف هتلاقوها ساحت معاكم على طول. ممكن كمان تستخدموا شوكولاتة بيضاء قبل الدهن، براحتكم جدا. كمان عندي صوص فراولة عملت خطوط كده على الوش، وبعود خشب بعمل حركات كده رايح جاي، وده الشكل النهائي عندنا. التزيين ده يرجع ليكم انتم براحتكم. قطعوها بقى وهي باردة كده وساقعة، وبتكون الطبقات عندنا متماسكة بالشكل ده. حطيت كمان كده على الوش كاندي من الفراولة. طبعا احنا مش في موسم الفراولة، فلو في موسم الفراولة نحط قطعة من الفراولة. وبصوا بقى الجمال وحلاوة الطبقات بجد خطيرة جدا، شكلها حلو قوي. وكمان الطبقات عندنا متماسكة، وتحسوا كده ان انتوا بتاكلوها كده باردة وساقعة. ألذ حاجة فعلا حر الصيف ده. طريقتها سهلة جدا وبسيطة، وأي حد يقدر يعملها بسهولة وبعيد بقى عن وقفة المطبخ والحر والفرن وكل الكلام ده. أتمنى يكون الفيديو كان سهل وبسيط عليكم وجربوها، متأكدة ان هي تعجبكم جدا. واستنوا مني فيديو جديد نعمله مع بعض. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.